في بداية الحكاية بنشوف ناس من سلالة اسمها لوجني كانوا عايشين مبسوطين في مملكتهم اسمها جمورة. الدنيا كانت خضرة وزرع والأكل والشرب كان متوفر عندهم، مش محتاجين لأي حاجة. بس بعيد قوي عنهم في السماء ناس من سلالة تانية اسمهم نورين، أرضهم بقت صحراء وما فيهاش زرع ولا أي حاجة تنفع تتزرع. الملك بتاعهم بعت فرقة عساكر علشان يدوروا على مكان جديد يقدروا يعيشوا فيه. بعد سفر أيام عساكر النورين دول لقوا مملكة جمورة، ولما الملك بتاع النورين جه هو وشعبه لمملكة جمورة، اللوجن استقبلوهم ورحبوا بيهم وادوهم مكان علشان يعيشوا فيه. ملك النورين فرح قوي بكرمهم ده، وما عداش وقت طويل لحد ما ملك النورين وملك اللوجن بقوا أصحاب. ملك النورين بعت جاب أخته الصغيرة اسمها سيسا علشان تعيش معاهم في جمورة. بعد شوية لما المكان اللي عايش فيه شعب النورين في جمورة بدأ يضيق عليهم، سيسا أخت ملك النورين طلبت من ملك اللوجني مكان تاني، بس ملك اللوجني رفض قاطع إنه يديها أي أرض زيادة في جمورة، علشان لو كانوا ادوا النورين أرض زيادة اللوجني نفسهم كانوا هيتزنقوا ومكانهم هيضيق. سيسا اتعصبت قوي من الرفض ده وهجمت هي وعساكرها على شعب اللوجني وقتلت منهم آلاف. الهجوم ده دمر قرى كتير قوي في مملكة اللوجني وناس كتير ماتت. الحب اللي كان بين المملكتين اتحول لكره وعداوة. لما ملك النورين عرف باللي أخته عملته طرد سيسا من العيلة المالكة. سيسا اتجننت من اللي حصل وقررت تنتقم من أهلها. خططت إنها تقتل أخوها وعيلته كلها علشان تبقى هي الملكة الجديدة بتاعة النورين. سيسا سمت الملكة بالسم، بس قبل ما تسمم أخوها اللي هو الملك بنته الصغيرة بدأت تعيط. الملك فتح عينه ومسك سيسا وهي بتحاول تسممه. الملك كان زعلان قوي من موت مراته، بس معاقبش سيسا بالإعدام لكنه طردها من مملكة النورين للأبد. في المشهد اللي بعده بنشوف بعد مرور 15 سنة سيسا بعد ما اتطردت من مملكة جمورة راحت مملكة جديدة. هناك بدأت تغري الملك بتاع المملكة دي بالكنز الثمين بتاع مملكة جمورة، وطلبت منه هو والقائد بتاع الجيش بتاعه إنهم يهجموا على مملكة جمورة. وبعد شوية قتلت العيلة المالكة بالخيانة وبقت هي الملكة الجديدة بتاعت المملكة دي. وبكده سيسا رجعت تاني للقوة والسلطة والجيش. في المشهد اللي بعده بنشوف اتنين صحاب اسمهم ديلجو وفيلو بيتسابقوا على حيواناتهم الأليفة. فجأة قطيع كبير من الحيوانات عدى من جنبهم. ديلجو بدأ ينط فوق الحيوانات واحد ورا التاني، بس فجأة خبط في فرع شجرة ووقع في حفرة. فيلو زعل قوي وقعد يعيط جامد علشان افتكر إن ديلجو مات، بس لما بص في الحفرة اكتشف إن ديلجو ما وقعش فيها لكنه مسك في فرع شجرة جنبها وعاش. فيلو فرح قوي لما عرف كده، ومن كتر فرحته ولع صاروخ، بس الصاروخ بالغلط راح في عش عصفور كان على الشجرة. العش انفجر والشجرة ولعت. ديلجو وفيلو اتخضوا قوي من اللي حصل. فجأة جت بنت ملك النورين اسمها كايلا وسألت ديلجو ممكن أساعدك، بس ديلجو رفض علشان هو كان من اللوجني وبسبب العداوة اللي بينهم ما كانش ينفع ياخد مساعدة من حد من النورين. بس الفرع اللي ديلجو كان ماسك فيه اتقطم فجأة وديلجو بدأ يقع بسرعة في الحفرة، بس كايلا لحقته قبل ما يقع في الحفرة وخدته وطارت بيه من المكان ده. بس السلسلة كانت لابساها كايلا وقعت منها وهي مش واخدة بالها. ديلجو شاف السلسلة بتاعت كايلا. قبل ما ديلجو وكايلا يكملوا كلام مع بعض القائد بتاع جيش النورين بوجاردس جه مع عساكره وهجموا على ديلجو علشان يفتكر إن ديلجو وصاحبه فيلو كانوا عايزين يأذوا الأميرة كايلا. بس الأميرة كايلا فهمت بوجاردس إن مفيش حاجة من دي حصلت ومشيت مع بوجاردس من المكان ده. في المشهد اللي بعده بنشوف ملك النورين أبو كايلا بيزعق لها علشان عدت الحدود، علشان في الوقت ده كان في عداوة بين النورين واللوجني، ولو الأميرة عدت الحدود ممكن شعب اللوجني يهجموا عليها. الأميرة اتعصبت من كلام أبوها ومشيت من المكان. بعد كده بنشوف ديلجو بيتمرن مع المعلم بتاعه إزاي يتحكم في الحجر، بس بالرغم من محاولاته الكتيرة معرفش يتحكم في الحجر. المعلم بتاع ديلجو قاله لو عايز تتحكم في الحجر لازم تركز كل انتباهك عليه وما تخليش أي حاجة تشتت تفكيرك. بعد كده المعلم ودى ديلجو الحجر كبير وبيلمع وقال له أنا مش بفرض نفسي على الحجارة علشان أتحكم فيها، أنا بسيبهم أحرار فبيتواصلوا معايا وبقدر أتحكم فيهم بسهولة، وانت لازم تعمل كده علشان تعرف تتحكم انت كمان في الحجارة. في المشهد اللي بعده بالليل كل العساكر الكبار بتاع النورين قاعدين بيلعبوا. لما سمعوا صوت خبط جاي من بره الخيمة اكتشفوا ان عساكر اللوجني هجموا عليهم علشان القائد بتاع جيش النورين بوجادوس كان هدد ديلجو وفيلو بالقتل. تاني يوم بوجادوس راح لملك النورين وطلب منه الإذن انه يهجم على مملكة اللوجني، بس ملك النورين رفض قاطع إنه يسمح لبجادوس بالهجوم على مملكة اللوجني علشان ما كانش عايز العداوة تزيد أكتر من كده وناس كتير تموت. في الوقت نفسه
كايلا كانت بتدور على السلسلة بتاعتها في المكان اللي أنقذت فيه حياة ديلجو، بس في وحش كبير مستخبي في الشجر وكان بيقرب من كايلا علشان يهجم عليها. قبل ما الوحش يقدر يأذي كايلا، ديلجو جه وطرد الوحش ده من المكان وأنقذ حياة كايلا. بعد كده كايلا وديلجو قعدوا يتكلموا مع بعض لوقت طويل وبدأوا يحبوا بعض. بعد شوية كايلا كانت هترجع، وديلجو وعد كايلا إنه هيدور على السلسلة بتاعتها ويرجعها ليها في أقرب وقت. بعد كده بنشوف بوجي عسكري من النورين بيتسحب علشان يقابل سيسا علشان هو كان شغال عندها أصلا. في نفس الوقت جيدي صاحب بوجي كان بيتكلم مع القائد بتاع الجيش بوجادوس، وبوجي وجيدي اتفقوا مع بعض إنهم يوقعوا بوجادوس قدام الملك علشان ما يكونش في أي مشاكل ممكن بوجادوس يعملها ليهم. ملك النورين حكم على بوجادوس بالسجن بعد ما اتثبتت التهمة عليه. بعد كده جيدي بالليل بيتسحب ويروح مملكة اللوجني، هناك بيدمر المكتبة اللي فيها أحجار ديلجو تماما. تاني يوم لما المعلم بتاع ديلجو شاف اللي حصل للمكتبة حاول يصلحها بطاقته السحرية، بس ديلجو كان متعصب أوي في الوقت ده وكان عايز يهجم على مملكة النورين ويعلمهم الأدب. المعلم حاول يفهم ديلجو إن الحرب مش هي الحل لكل المشاكل. المعلم حكى لديلجو عن المعلم بتاعه هو كمان وإزاي كان معلم شجاع وقوي جدا، بس بالرغم من كده عمره ما اختار طريق الحرب. ديلجو ما سمعش كلام المعلم بتاعه قوي وخرج من المكان وهو متعصب. في المشهد اللي بعده بنشوف الجنرال بوجي بيتسحب وبيروح لسيسا وبيتفق معاها انهم يخطفوا الاميرة كايلا. في الصبح لما الاميرة كانت رايحة تقابل ديلجو، بوجي كمان كان ماشي وراها. الاميرة كانت مبسوطة قوي لما قابلت ديلجو، وديلجو ورى الأميرة إزاي بيتحكم في الأحجار باستخدام قوته السحرية. بعد شوية ديلجو رجع للأميرة السلسلة بتاعتها اللي كانت ضايعة منها، فالأميرة اتبسطت قوي. ولما ديلجو سأل الأميرة عن مامتها زعلت وحكت لديلجو إن سيسا قتلتها. بعد كده ديلجو حكى للأميرة عن أهله وإزاي ماتوا في الحرب اللي كانت بين مملكة النورين ومملكة اللوجني لما كان هو صغير. الأميرة سمعت كلام ديلجو وحاولت تفهمه إنه ما ينفعش نركز قوي على الماضي ولازم نكمل حياتنا. ديلجو تعصب من كلام الأميرة وقال لها كل الغلط ده منكم علشان لما أرضكم خلصت سمحنا لكم تعيشوا في أرضنا، بس انتوا اللي هجمتوا علينا. الأميرة حاولت تفهم ديلجو إن اللي هجموا عليهم دول ما كانوش هما، دي كانت سيسا. بس ديلجو ما سمعش الكلام علشان الجيش بتاع النورين ساعد سيسا في الحرب. وديلجو قال للأميرة وهو متعصب مملكة النورين ومملكة اللوجني عمرهم ما هيعرفوا يعيشوا مع بعض. الأميرة زعلت قوي ومشيت من المكان. لما ديلجو شاف الأميرة وهي ماشية حس بغلطته وحاول يرجعها بس مفيش فايدة والأميرة مشيت وهي متعصبة. في الطريق بوجي هاجم على الأميرة وخطفها وراح لملك النورين وقعد يحرضه على ديلجو ويقوله إن أكيد ديلجو هو اللي خطف الأميرة. ملك النورين اتعصب وأمر بوجي إنه يخطف ديلجو ويجيبه قدامه. بعدها بنشوف ديلجو نايم في بيته وبيحلم إزاي كان بيلعب مع مامته وباباه وهو صغير، بس فجأة عساكر مملكة النورين هجموا عليهم وقتلوا مامته وباباه قدام عينه. فجأة ديلجو صحي من النوم وشافوا قدامه عساكر النورين وهما بيقبضوا عليه ويودوه لملك النورين. ملك النورين سأل ديلجو عن الأميرة، ديلجو قال له إنه ما يعرفش حاجة عنها. في نفس الوقت بنشوف الأميرة محبوسة في أوضة وقاعدة تصرخ وبتطلب المساعدة، بس ما كانش في حد يقدر يساعد كايلا في الوقت ده. في نفس الوقت ديلجو وصاحبه فيلو اتحبسوا في قفص، جنبهم كان القائد بتاع الجيش بوجادوس كان محبوس هو كمان. بوجادوس وديلجو بدأوا يتخانقوا على موضوع الأميرة. ديلجو قال لبوجادوس إنه شاف الأميرة وهي راجعة مملكة النورين آخر مرة، وبدأ بوجادوس يشك في بوجي وإنه أكيد هو اللي خطف الأميرة. وبعدها بنشوف الأميرة وهي بتتقدم لسيسا. الأميرة قالت لسيسا لو عملت فيا أي حاجة عساكر مملكة النورين هيلاقوكي ويقتلوكي. سيسا ضحكت وبدأت توري الأميرة بوجي علشان القائد بتاع جيش النورين كان معاها وما كانتش خايفة من حاجة. في نفس الوقت ديلجو قدر بصعوبة قوي إنه يخرج من القفص وعمل صفقة مع بوجادوس إنه هيخرج بوجادوس من القفص وبوجادوس هيساعد ديلجو وصاحبه إنهم يخرجوا من السجن. بعد كده بوجادوس وديلجو قدروا يخرجوا من السجن بالعافية. بس في نفس الوقت مملكة اللوجني ومملكة النورين كانوا بيجهزوا علشان يهجموا على بعض. مملكة النورين كانت فاكرة إن مملكة اللوجني خطفت الأميرة، ومملكة اللوجني كانت فاكرة إن مملكة النورين خطفت فيلو وديلجو. بعد ما خرجوا من السجن ديلجو وبوجادوس اتفقوا مع بعض إنهم يدوروا على الأميرة. المشهد اللي بعده بنشوف سيسا وهي بتجهز علشان تقص جناحات الأميرة قدام الناس كلها علشان تخلي الفرحة تعم بين العساكر بتوعها. هنا ديلجو وصل هو وفيلو وبوجادوس وكانوا هيعملوا أي حاجة علشان يحرروا الأميرة من سيسا. سيسا بدأت تحمس العساكر بتوعها علشان يهجموا على مملكة النورين
بس في الوقت ده فيلو بالغلط وقع جردل على الأرض. سيسا عرفت إن فيلو وديلجو موجودين هناك وأمرت العساكر بتوعها إنهم يهجموا عليهم. الدنيا اتقلبت وبقت فوضى، واستغل ديلجو الفرصة دي وحرر الأميرة وطلب منها إنها تمشي من المكان ده فورا. فالأميرة مشيت ناحية مملكتها، بس في عسكري من عساكر سيسا جري وراها، علشان كده عايز يمسك الأميرة وياخدها معاه تاني. بس بوجادوس جه علشان يحمي الأميرة، وفي نفس الوقت ديلجو كان لسه محبوس بين العساكر بتوع سيسا، بس قدر بالعافية إنه يستعمل قوته السحرية في التحكم في الأحجار علشان يقدر يهرب من العساكر بتوع سيسا. وبوجادوس بالعافية قدر يقتل العسكري اللي كان بيجري ورا الأميرة وأنقذها منه. في نفس الوقت الجيوش بتاعة النورين واللوجني كانوا واقفين قصاد بعض، وأول ما بدأت الحرب هجموا على بعض وبدأت حرب خطيرة بينهم. ودلوقتي سيسا كمان جت مع الجيش بتاعها مملكة النورين. هناك سيسا قدرت تقبض على أخوها اللي هو ملك النورين. لما ملك النورين عرف إن القائد بوجي متفق مع سيسا سأل بوجي عن السبب. بوجي رد على ملك النورين وقال له: أنت ملك ضعيف، وأنا طول عمري كنت عايز سيسا تبقى هي الملكة بتاعتنا علشان النورين ترجع مملكة قوية تاني. قبل ما بوجي ياخد ملك النورين ويسجنه، بوجادوس وصل وهجم على بوجي، وبدأت خناقة خطيرة بين بوجي وبوجادوس. وفي نفس الوقت الأميرة لما شافت ديلجو محاصر من الأعداء خدت ديلجو وهربت بيه من المكان. دلوقتي بوجي وبوجادوس كانوا بيتخانقوا وهم طالعين على قمة جبل عالية، بس بوجي ما قدرش يصمد كتير قدام بوجادوس ومات على طول. الأميرة كانت بتدور على أبوها ومعها ديلجو، بس في الوقت ده عسكري من عساكر سيسا استخبى وضرب ديلجو بسهم. قبل ما السهم يوصل لديلجو بوجادوس جه ووقف قدام السهم وأنقذ حياة ديلجو، بس بسبب السهم بوجادوس مات. فالأميرة وديلجو زعلوا قوي. في نفس الوقت سيسا بقت هي الملكة الجديدة بتاعة النورين بدل ملك النورين. دلوقتي ديلجو زعل قوي على موت بوجادوس وقعد يكسر كل حاجة حواليه وهو متعصب. الأميرة حاولت تهدي ديلجو وفهمته إن هو بس اللي يقدر يوقف التدمير ده وينقذ حياة ملك النورين. ديلجو سمع كلام الأميرة وبعد كده خطط إزاي ينقذ ملك النورين من سيسا. ديلجو لوحده راح قصر مملكة النورين عشان ينقذ ملك النورين، بس عساكر سيسا كانوا أقوى كتير من ديلجو. بس برضه ديلجو بالعافية قدر يواجه العساكر دول. سيسا كانت مبسوطة قوي لما شافت ديلجو ضعيف قدام العساكر. وفي نفس الوقت فيلو كان بيتقدم هو والحيوانات البرية علشان يساعد ديلجو. والأميرة كمان عرفت القائد الجديد بتاع جيش النورين بالخطة بتاعت سيسا، فالجيش بدل ما يهجم على مملكة لوكين بدأ يساعدهم، فالحرب وقفت. في نفس الوقت سيسا كانت هتقصص جناحات نورلين الملك، وفجأة ديلجو بقوته السحرية قدر يخلي عساكر سيسا يتلخبطوا. وفي الوقت ده الحيطة بتاعت القصر وقعت وموتت كل العساكر بتوع سيسا، وسيسا كمان كانت هتقع لتحت، بس ديلجو شدها لفوق وأنقذ حياتها. دلوقتي الأميرة كمان جت وهي مبسوطة قوي إنها شافت نورلين الملك اللي هو أبوها، بس سيسا استغلت الفرصة وهجمت على الأميرة. بس بسبب السلسلة بتاعت مامتها الأميرة محصلهاش حاجة واتعصبت وقتلت سيسا ورمتها لتحت وماتت في وقتها. بعد موت سيسا كل سوء التفاهم اللي كان بين مملكة نورين ومملكة لوجين اتمسح، وكل الناس بدأت تعيش مع بعض في سلام. وبكده بيخلص الفيلم. ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.